من 2026 صار فيك تسافر بالطياره انت واقف. عم تمزح؟ لا والله ما عم بمزح. شركه افيانتور يورز، شركه ايطاليه، هي اللي مصمم الكراسي هون. فيك تطلع تتعمشق بالطياره، عاملين لك قاعده يا دوب صغيره مثل بقيه الدراجات الهوائيه مثل البسكليت، يا دوب تقدر تحط شو اسمه عليها ايدك يعني. حاشرح لكم شو قصتها. من بعد ما اخذوا الموافقات كلها اللي لها علاقه بالسلامه العامه، وكثير من الشركات قالت لك مشان الموضوع الاقتصادي يوفروا على المسافرين، حياخذوا هذا الديل تبع هدول المقاعد. طب انت بتقعد عليها هيك وبتتهدى، مسمينا سكاي رايد، تركب السماء والطياره طايره بين الارض والسماء، وانت شو معمشق بحبال الهواء. مش هون الموضوع. الموضوع انه المقعد صغير. انت كل الطريق هلا واجبك شو تعمل اذا رحت وجربت؟ انك تدعي ما يصير في مطبات هوائيه كبيره. ما حقول لك ليش يعني، بس انه ممكن تتعرض للموضوع. وعلى سيرة السفر، في رحلات لبريطانيا 50,000 واحد لهلا حاجزوا ناطر الرحلة. لوين بتروح؟ ولا محل. بتقلي شو ولا محل؟ بتطير، قال بتعمل لك 40 دقيقة وبترجعك على المطار. العالم ناطرتها بالألوف. ليش؟ قال هيدا مشان النفسي يلي عنده رهاب الطيران، رهاب السفر. قال هيدا بيعملوا لك شيء نفسي، وحكيم نفساني بيشرح لك وبظبط لك وضعك. بيروحوا بلففوا الناس لفه وبرجعوهم، بياخذوا منك كبشة مصاري مشان تفكفك قال انت من اللي انت فيه. بتعرف شو؟ هيئتك قد ما حتدفع فيها مصاري حيفك عندك رهاب السفر، حيضربك رهاب الطفر.